اتخاذ ياسر عرفات زوجاً أشبه بمن يحمل نعشه على كف يده. هكذا وصفت سهى الطويل زواجها من الزعيم الفلسطيني الراحل عرفات، دون أن تتردد في إبداء ندمها على زواج تم بين رجل ستيني أقسم يوماً أنه لن يتزوج إلا القضية الفلسطينية، وفتاة عشرينية تركت خطيبها لأجل عرفات الذي حاولت مرارا الانفصال عنه بعد ذلك، لكنه كان يمنعها كل مرة بالقوة، ما جعل الزواج شكليا على حد وصف سهى عرفات، الأرملة الجميلة الشابة التي لم تشبه زوجها المتقشف بشيء، فارتدت أفخر الماركات العالمية واتهمت بشراء العقارات والبيوت الفخمة، وسعت وراء المال والسلطة، فأثارت الجدل بقضايا فساد أحاطت بها. الفتاة المسيحية. قبل زواجها من عرفات عاشت سهى حياة طبيعية في كنف والديها، فولادتها كانت بالضفة الغربية في 17 من يوليو 1963، ونشأت في أسرة فلسطينية ثرية تدين بالمسيحية الكاثوليكية. قضت سنوات طفولتها ما بين مدينتي نابلس ورام الله، حين كانتا تخضعان للسلطة الأردنية. والد سهى هو داوود الطويل الذي كان يعمل بمجال الصرافة والبنوك بعد التخرج من جامعة أوكسفورد. أما والدتها ريموندا الطويل فكانت لها اهتماماتها بالكتابة والأدب والشعر والسياسة. درست سهى في بيت حنينة بالقدس في مدرستي الدير وراهبات الوردية. في مرحلة التعليم الجامعي انتقلت إلى فرنسا والتحقت بجامعة السوربون قبل أن تلتقي عرفات ليغير حياتها إلى الأبد. الزواج المرفوض. اللقاء الأول الذي جمع سهى بالزعيم الفلسطيني ياسر عرفات كان في عام 1985 في الأردن، حيث زارته مع والدتها وإخوتها بمخيم الوحدات، فكانت شرارة الإعجاب الأولى من عرفات. بعدها ب4 سنوات حدث اللقاء الثاني عام 1989 في باريس، حين كان ياسر عرفات يقوم بجولته ضمن برنامج سياسي. تطوعت سهى للإشراف على البرنامج والعمل كمترجمة له، لتكون بداية تحول الختيار إلى زوج لفتاة تصغره بما يقرب من 34 عام، ليواجه قراره بكثير من الاستنكار، بعد أن كان صرح مرارا أن زواجه من القضية الفلسطينية التي أفنى عمره في سبيلها. لكن ظهور سهى بدل أحوال قلبه، في حين لم تعرب سهى يوما عن حبها له، بل كانت تكتفي بالقول: صعب تقولي لأبو عمار لا. تم الزواج الذي عارضه والديها، فأخبرها والدها أن زواجها يشبه كأنك تحط دمك على كفك، وصرحت لها والدتها بخوفها على حياتها. لكن سهى أعلنت إسلامها واقترنت بياسر عرفات في زواج بقي سريا منذ يوليو 1990 حتى الإعلان عنه في أبريل عام 1992. مناصب سهى. حتى تكون سهى قريبة من ياسر عرفات تم تعيينها مسؤولة العلاقات العامة في منظمة التحرير الفلسطينية بتونس، ثم أصبحت سهى مستشارة أبو عمار لشؤون الاقتصاد. وكما زواجها أثارت مناصبها غضب المحيطين بعرفات، لأن توقعاتهم كانت أن يرتبط بمناضلة مثله وليس بفتاة صغيرة مترفة كما حال سهى. إلا أن الزواج استمر، وكانت ثمرته الوحيدة ابنته زهوة التي ولدت في عيادة فرنسية عام 1995. وبعدها سرعان ما تدهورت حياتهما الزوجية إلى حالة من الانفصال الفعلي دون طلاق. الرحيل الأول. في عام 2000 استهدف هجوم صاروخي إسرائيلي منزل حرس الرئيس الفلسطيني حينها ياسر عرفات، فاتخذ عرفات القرار برحيلهما لينتقلا إلى القاهرة لفترة قبل أن تستقرا في باريس. كان هدف نقل الأسرة من وجهة نظر عرفات ألا يعتبر العالم أنه يستخدم زوجته وابنته كدروع بشرية، لكن تواجدهما الدائم خارج البلاد كان مثار جدل كبير. فكيف تعيش سهى عرفات وزهوة حياة ترف بفرنسا والشعب الفلسطيني يعاني بالداخل؟ سهى على الضريح.
في 11 من نوفمبر عام 2004 رحل ياسر عرفات بعد سنوات من حصار الجيش الإسرائيلي له في رام الله، فمرض ودخل في غيبوبة قبل نقله إلى إحدى مستشفيات باريس، ولقي حتفه بها عن عمر جاوز 74 عام. رغم أن التشريح الطبي لجثته أعلن أن تليف الكبد هو سبب الوفاة، لم تصدق سهى الأمر. وفي عام 2012 عادت سهى عرفات لتفتح ملف مقتل زوجها، فرفعت دعوى في محكمة نانتر بفرنسا ضد مجهول تؤكد فيها أن زوجها قتل بالسم بعد العثور على مادة بولونيوم 210 المشعة عارية السمية في أغراضه الشخصية. وبالفعل تم نبش ضريحه وأخذ 60 عينة من رفاته، لكن القضية أغلقت بزعم عدم كفاية الأدلة. سهى في تونس. بعد رحيل أبو عمار انتقلت سهى وابنتها إلى تونس، حيث لقيت معاملة حسنة واستقبالا جيد، لدرجة منحها الجنسية التونسية عام 2006 من الرئيس الراحل زين العابدين بن علي. لكن سرعان ما تغير الأمر بحلول عام 2007، حيث تم طرد سهى وسحب الجنسية منها جراء خلاف مع زوجة الرئيس ليلى طرابلسي، قبل إصدار القضاء التونسي مذكرة توقيف دولية بحقها، لتصبح سهى ملاحقة بتهم فساد تتعلق بالمدرسة الدولية بقرطاج التي أسستها في ربيع 2007 مع ليلى طرابلسي. ونشبت خلافات بعد ذلك بين سهى وليلى اللتان تبادلتا اتهامات الفساد وسرقة الأموال، فيما أكدت تسريبات ويكيليكس لوثائق السفارة الأمريكية لدى تونس أن سهى خسرت 2.5 مليون يورو تم مصادرتها في أعقاب خلافها مع ليلى طرابلسي. وبعد شهرين من ذلك تحادثت سهى مع السفير الأمريكي وأبلغته أن القصة كانت انتقاما شخصيا من ليلى. تقارير ويكيليكس ذهبت إلى أن جذر الخلاف بدأ عندما طلبت سهى مساعدة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي تدخل ووبخ الرئيس التونسي لعدم حفاظه على أرملة ياسر عرفات. ثم غادرت سهى مع ابنتها زهوة إلى مالطا، حيث دارت شائعات أن القذافي اشترى بيتاً لسهى وابنتها هناك ب100 مليون يورو، قبل أن تنتقلا للإقامة نهائياً في باريس، مع استمرار تهم الفساد حولها، خاصة مع فتح فرنسا تحقيقاً أولياً حول تحويل مبالغ مالية ضخمة من مصدر غير محدد إلى الحساب المصرفي الباريسي للسيدة عرفات. ورغم أن سهى لم تعترف سوى بتقاضيها مبلغ 10,000 دولار شهرياً من السلطة الفلسطينية، لكن مسؤولاً فلسطينياً رفيعاً قال إن سهى كانت تقبض 100,000 دولار شهرياً من الخزينة الفلسطينية. ندم سهى. من خلال إطلالاتها الإعلامية القليلة لم تفوت سهى أي فرصة لتعرب عن ندمها على الزواج بعرفات، وأنها حاولت الطلاق منه 100 مرة، لكن الزعيم الفلسطيني كان يرفض رغم الاختلاف الكبير بينهما، حيث عرفت سهى عرفات بميلها للثياب الباهظة الثمن وأسلوب حياتها المترف، ما كان يتناقض مع عادات وتقشف زوجها الذي كان لا يفارق بزته العسكرية وانشغاله التام بالسياسة. وقد اشتكت سهى عرفات ذات مرة لصحيفة مصرية بأن زوجها لم يقدم لها أبدا حلي، وأنه يعيش كعازب. وقالت في المقابلة النادرة: عندما أشتكي من الإهمال يقدم لي هدايا ورموزا من الثورة الفلسطينية.